ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. تعالوا بقى نعمل الاكل اللي بيدفي جدا جدا ومفيش احلى منه في الشتاء، المحشي القمر اللي احنا شايفينه ده مع بعض. طبعا كلنا شطار في اعمال المحشي جدا، بس تعالوا اقول لكم على سر التسويه اللي هتخليه مفلفل معانا من اول واحده لاخر واحده. تعالوا بقى نسمي الله ونصلي على الرسول نشوف عملناه ازاي مع بعض. اول حاجه انا بجيب الكرنبايه بتاعتي، ما بتبقاش تقيله قوي، بتبقاش خفيفه قوي، عشان تجيب لنا ورق مناسب زي ما احنا عايزين. طبعا شلت الورق الاخضر زي ما احنا شايفين، وابتديت اقور كده الكرنبايه عشان افرخها من جوه، وبس كده. هبتدي بقى احط ميه على البوتاجاز لما تغلي معايا، وهنزل عليها بمعلقه من الكمون. بعد كده هنزل بقى براس الكرنبايه كده لتحت في الميه، عشان خاطر ناحيه العروق كده تستوي معايا كويس الاول. بعدين بقى ببتدي اقلب الكرنبايه على ظهرها، وببتدي اشيل ورقه ورقه اللي هتستوي معايا. بصوا بسحب ورقة ورقة كده، دي استوت معايا فسحبتها. طب انا هعرف منين ان هي استوت؟ باجي امسكها كده بتتقطع معانا، بس ما تبقاش طرية اللي هي اتهرت، وما تبقاش لسه ناشفة اللي هي تبقى لسه مجلدة معايا، تبقى متوسطة في التسوية بتاعتها. بطلعه بقى كده على بعضه، وبعد ما بخلص بقى السلق الورق كله، طبعا ببتدي اغسله بالمية الساقعة عشان خاطر السخونية بين الورقة والتانية ما يطريش بعضه. جبت بقى طاسة على البوتاجاز، حطيت فيها شوية من الزيت، ونزلت بالطماطم بتاعتي او بالصلصة بتاعتي زي ما احنا شايفين. هنزل عليها بقى بمعلقة من الفلفل الاسود، ومعلقة من الملح، وشوية من السكر عشان يعادل حموضة الطماطم بتاعتي. هسيبها بقى على نار متوسطة او نار هادية عشان خاطر تنشف وتطلع كل السوائل اللي فيها، وتبقى كده ايه متسبكة تسبيك حلو قوي للمحشي بتاعي، تديني لون حلو. طبعا الزيت والملح بيديني لون حلو قوي للصلصة بتاعتي. هقطع بقى الورق اللي اتسلق معايا ازاي. انا هلمه كله كده، وبعدين ابتدي اقطع العروق بتاعته من فوق، واقطعه الحجم بتاعه على قد المحشية اللي انا عايزاه. شايفين؟ بقطع بس العرق ده خلاص مش محتاجاه، واقطع الورقة على قد الحجم اهو كده، تمام اوي. بعد كده ببتدي افردها بقى واقطعها. بصوا اللي يكفيني محشية محشية، موضوع سهل جدا وما بياخدش معايا اي وقت خالص. التقطيع ده بيخليني يسهل لي الحشوة بعد كده. عندي بقى ربطة كزبرة وربطة بقدونس وربطة شبت، ببتدي انضفه. شايفين كل ده طلع منه. بعد كده ابتديت اغسله غسيل جيد جدا، وابتديت ان انا اقطعه بالسكينة تقطيع صغير قوي. طبعا تقطيع الخضار والبصل بالسكينة افضل بكتير من الكبة، لانه ما بينزلش مية معايا زي الكبة وبيطريه، وفي نفس الوقت بحس ان الكبة بتضيع طعم البصل والخضار قوي. جبت بقى الطبق اللي هعمل فيه الخلطة بتاعتي، ونزلت بالخضار بتاعي. بعد كده جبت بقى البصل، كانت الكمية دي مناسبة. طبعا كل ما زاد البصل والخضار في الخلطة كل ما كانت النتيجة افضل، بس الدنيا غالية طبعا والبصل غالي، فالكمية دي كانت كويسة جدا. ابتديت برضو اقطعها بايدي زي ما انتم شايفين، تقطيع صغير كده حلو قوي. عندي بقى قرنين فلفل حراق كده هحطهم، لو في فلفل رومي ومش حابين الحراق اللي عندنا هنستخدمه، هيديني ريحة وطعم حلو جدا في المحشي. هغسل بقى كمية الرز اللي انا هعملها واحطها في المصفى لما تتصفى معايا، وهنزل بيها على الخضار. توابل المحشي: فلفل اسود وكمون وكزبرة وشوية 7 بهارات لو موجودة، مش موجودة خلاص، وبس كده. طبعا الملح بتاعي اساسي، وانا كنت حطاه في الصلصة، فهظبط الاول الخلطة هقلبها، ولو حسيت ان هو محتاج هزود كمان. وحطيت هنا معلقة من الزبدة او من السمنة البلدي، او لو مفيش هيبقى زيت بس، اللي حابينه هنحطه. هنا بعد ما قلبت بقى الخلطة مع بعضها ابتديت احشي. فانا بحط كمية رز كويسة على الورقة، اللي هي ما تبقاش كتيرة معايا وما تبقاش قليلة، ابقى باكل ورق بس. اظبط ايدي كده يبقى في نسبة وتناسب كده بين الورق وبين الحشوة اللي انا بحطها. شايفين؟ انا وانا بحشي بقى كده في النص كان عندي ورقتين خس برضو حطيتهم فيها، وعلى الوش كده حشيت قرنين فلفل حراقين كده، وبس كده. تعالوا بقى اقول لكم على سر التسوية. انا الكمية دي معايا هحط لها كبشتين 2 مليانين شوربة، مش اكتر من كده. تمام كده، بس كده.
مش هحط شوربة اكتر من كده. الكمية دي هتبقى مناسبة جدا جدا في المحشي، وما تقلقوش محشي الكرنب ما بيحتاجش مية كتير. هحطه بقى اول ما يبتدي يغلي لمدة 10 دقايق على البوتاجاز، ههدي عليه النار جدا وهسيبه يستوي بقى براحته. شايفين نازل بقى كده مفلفل، وفي نفس الوقت مفيش رز طالع منه. المحشية مفرودة. بصوا يا جماعة الشكل، طبعا الشكل بيتكلم عن نفسه. كان مستوي سوا حلو جدا. بصوا الورق كان مستوي كويس والرز كان مستوي حلو جدا. بصوا القمر يا جماعة. يا رب بقى الفيديو يكون عجبكم، لايك وشير ومتابعة عشان يوصل لكم مننا كل جديد.